الإعدادي، أهلا بكم مع قناة تفوق في الدراسات الاجتماعية. شرحنا الدرس اللي فات الدرس الأول قارات العالم، الموقع والمساحة. إن شاء الله نبدأ اليوم شرح الدرس الثاني تضاريس العالم. الجزء الأول هي قارات العالم القديم، نتعرف على تضاريس قارة آسيا، تضاريس قارة أفريقيا، تضاريس قارة أوروبا. ركز معاي وخد بالك عشان الدرس دي ما يخلاش منه أي امتحان من أسئلة. أولا قارة آسيا. يتضح لنا من الخريطة السابقة أن هناك 3 أقسام تضاريسية رئيسية في العالم، وهي الجبال، الهضاب، السهول. وتختلف هذه الأقسام التضاريسية من قارة إلى أخرى في امتدادها ومساحتها وارتفاعها. وفيما يلي سنتعرف على التضاريس التي تميز كل قارة من قارات العالم. أولا تضاريس قارة آسيا. يتضح لنا من الخريطة أن قارة آسيا الجبال تظهر السلاسل الجبلية الضخمة، ومن أكبرها التي تقع في غرب القارة، ومنها جبال طوروس في تركيا، جبال زاجرس في العراق وإيران، دول درستهم في سنة ثانية. وسط القارة اللي هي أعلى جبال العالم، منها سلسلة جبال الهيمالايا والتي بها قمة إفرست، ارتفاعها أكثر من 8848 مترا، أعلى قمة جبلية في العالم. أما شرق القارة منها جبال اليابان، دي الجبال. أما الهضاب التي تقع في وسط القارة، هضاب تتشابك مع بعضها، ومن أكبرها هضبة التب، أعلى هضاب العالم، ويبلغ متوسط ارتفاع هضبة التب نحو 4500 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي أعلى ارتفاعا عن جبال طوروس في تركيا وجبال أطلس شمال غرب أفريقيا، وتعرف بسقف العالم. ممكن يجيب لي سؤال يقول بما تفسر هضاب وسط القارة تتشابك مع بعضها، من أكبرها هضبة التب، أعلى هضاب العالم، وتعرف بسقف العالم. بما تفسر؟ هقول له بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. طيب، جنوب القارة هضبة الدكن في وسط الهند، وجنوب غرب القارة هضبة شبه الجزيرة العربية. أما السهول فهناك سهول ساحلية وسهول فيضية. السهول الساحلية توجد على طول سواحل المحيطات، اللي هو المحيط القطبي الشمالي والمحيط الهادي والمحيط الهندي. والبحار التي تحيط بقارة آسيا متفرقة داخل القارة، مثل ايه؟ خلي بالك، سواحل بحر قزوين. أما السهول الفيضية منها السهول الشمالية والسهول الشرقية. السهول الشمالية منها سهول سيبيريا، وهي سهول واسعة تجري فيها أنهار أوب وينسي ولينا، التي تنبع من ايه؟ من الجنوب وتصب فين؟ في المحيط القطبي الشمالي، وتتجمد في فصل الشتاء، لذلك ايه؟ تفقد أهميتها
هي سهول منشوريا وسهول شرق الصين، وتجري فيها عدة أنهار، أهمها نهر اليانا جيتسي، وسهول نهري دجلة والفرات اللذان يصبان في الخليج العربي، وسهول نهر السند الذي يصب في البحر العربي المحيط الهندي. ممكن يجيب لك مقارنة بين السهول الشمالية والسهول الشرقية، خلي بالك وركز. وخلي بالك من المصبات للأنهار علشان خاطر ممكن يجيب لك سؤال عليه. هندخل على تضاريس قارة أفريقيا، ويتضح من خريطة تضاريس قارة أفريقيا أن الجبال تقع أقصى الشمال غرب القارة، اللي هي جبال أطلس، خلي بالك، وهي سلاسل جبلية تحصر بينهما هضبة الشطوط. شمال شرق القارة جبال البحر الأحمر في مصر والسودان وأريتريا، وشرق القارة جبل كينيا وجبل كلمنجارو. يعني بيقولوا في البلد عشان تحفظها وتخلي بالك، واحد كلم جاره يعني كلمنجارو. طيب الجبل دي كلمنجارو. وأقصى جنوب شرق القارة جبال دراكنسبورغ. بيقولوا يعني عشان تحفظ الكلمة برضو دي عشان صعبة شوية. الجبال دي واحد معه دار أو ساكن في دار، لقي كنز بنى برج، جبال دراكنسبورغ. الهضاب في قارة أفريقيا يسود المظهر الهضبي سطح قارة أفريقيا، هيستغل الهضاب مساحات واسعة بها، والتي تقع في هنعرف شمال القارة، وسط القارة، شرق القارة، جنوب القارة. خد بالك ركز معي. شمال القارة هضاب الصحراء الكبرى، ومنها هضبتي الصحراء الشرقية والغربية في مصر. وسط القارة هضبة البحيرات الاستوائية، وشرق القارة هضبة الحبشة اثيوبيا. دول بينبع منهم روافد نهر النيل، اللي هي هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة الحبشة باثيوبيا. طيب جنوب القارة هضبة جنوب أفريقيا، ويجري بها نهر أورانج ولمبوبو. السهول في عندنا سهول ساحلية وسهول فيضية وسهول صحراوية رملية. سهول ساحلية تمتد على طول سواحل البحرين، البحر المتوسط والبحر الأحمر، والمحيطين، المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي التي تحيط بأفريقيا. وتتميز بالضيق بصفة عامة بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل، ولكنها تتسع عند مصبات الأنهار. خلي بالك وركز. سهول فيضية بيقول لك تتميز بجودة التربة وصلاحيتها للزراعة، ومن أمثلتها سهول حوض نهر النيل. ومعلومة إن دول حوض نهر النيل الدول التي يجري بها نهر النيل وروافده، ويبلغ عددها كام؟ 11 دولة، هي اثيوبيا، اوغندا، ورواندا، وبوروندي، وجمهورية السودان، وجمهورية جنوب السودان، وتنزانيا، والكونغو، ومصر، وكينيا، وأريتريا. طيب سهول حوض نهر النيل عرفناه. افرض قال لي ما المقصود بحوض النهر؟ اقول له ماشي، الارض التي يجري فيها النهر او احد روافده
أو تنحدر مياهه إليه. عرفنا أن سهول حوض نهر النيل في مصر والسودان وجمهورية السودان الذي يصب فين؟ في البحر المتوسط، خلي بالك من المصبات. وسهول حوض نهر النيجر الذي يصب فين؟ في خليج غينيا. وسهول حوض نهر الكونغو الذي يصب في المحيط الأطلنطي. طيب السهول الصحراوية رملية، سهول صحراوية رملية، السهول التي تنتشر فين؟ في الصحراء الكبرى، وهي سهول ايه؟ متسعة مثل السهل الممتد بين مصر وليبيا، ويعرف بايه؟ سهل كلنشو في ليبيا. وبحر الرمال العظيم فين؟ في مصر. وسهول صحراوية كالهاري جنوب القارة. تضاريس قارة أوروبا، ويتضح من الخريطة التي أمامك تضاريس قارة أوروبا أن الجبال تتميز بارتفاعها وتغطي قممها بالجليد شتاء، كما تفصل بينها أودية تجري بها الأنهار. خلي بالك من الأنهار مثل نهر الراين والدانوب، ومن أهمها سلاسل جبال الألب والتي تمتد في وسط أوروبا من الغرب إلى الشرق، وتأخذ مسميات تختلف من دولة لأخرى، حيث تعرف بجبال برانس في شمال أسبانيا، وجبال الألب الدينارية في جزيرة البلقان في جزيرة البلقان. وخلي بالك من المضايق اللي على الخريطة قدامك اللي انت خدتهم في سنة تانية. أما الهضاب خد بالك وركز. تمتد في وسط أوروبا من الشرق إلى الغرب، وتقطعها أودية نهرية كما تجاورها الجبال، ومن أهمها هضبة الميزيتا التي تشغل معظم دولة أسبانيا، وهضبة فرنسا الوسطى التي تقطعها أنهار مهمة مثل نهر السين. أما السهول فهناك سهول ساحلية وسهول فيضية. السهول الساحلية تمتد من المحيط الأطلنطي والبحر البلطي وبحر الشمال في الغرب والشمال الغربي، والبحر المتوسط في الجنوب، وتتميز باتساعها وتعرجها مما أدى إلى إنشاء المواني بها. أما السهول الفيضية وهو السهل الأوروبي العظيم، ويمتد من المحيط الأطلنطي غربا حتى جبال الأورال شرقا، ويوجد به المدن الأوروبية الرئيسية مثل باريس وبرلين. يتكون معظمه من رواسب طينية تمثل تربة جيدة صالحة للزراعة، كونتها الأنهار. ومن أهم هذه الأنهار نهر الفولجا اللي هو أطول أنهار أوروبا الذي يصب في بحر قزوين، ونهر الراين الذي يصب في بحر الشمال، ونهر الدانوب الذي يصب في البحر الأسود. خلي بالك من المصبات دي، وخلي بالك وركز معايا. هندخل على التدريب رقم 1. أهم تضاريس قارة آسيا، أهم تضاريس قارة أفريقيا، أهم تضاريس قارة أوروبا. هناخده قارة الجبال والهضاب والسهول، قارة عشان ما تلخبطش. خلي بالك عشان معلوماتك تبقى مركزة. أهم تضاريس قارة آسيا الجبال، جبال غرب القارة ومنها جبال طوروس في تركيا، وجبال زاجروس في العراق وإيران، وجبال وسط القارة أعلى جبال العالم ومنها جبال الهيمالايا التي بها قمة إفرست أعلى قمة جبلية في العالم، وجبال شرق القارة
ومنها جبال اليابان. طيب هضاب لقارة آسيا، هضبة التب، وهي زي ما قلنا نحن متوسط ارتفاعها طبعا 4500 متر فوق سطح البحر، أكبر هضاب وسط القارة اللي هي أعلى هضاب العالم. وهضبة الدكن اللي هي جنوب شبه الجزيرة العربية وجنوب غرب القارة. طيب السهول الفيضية، السهول الفيضية منها السهول الشمالية في سيبيريا وتجري فيها أنهار أوب ويانسي ولينا. والسهول الشرقية منها سهول شرق الصين وسهول منشوريا وسهول نهر دجلة والفرات وسهول نهر السند. تمام. هنخش على أهم تضاريس قارة أفريقيا: الجبال والهضاب، سهول فيضية، سهول صحراوية رملية. الجبال: جبال أطلس أقصى شمال غرب القارة، وهي سلاسل جبلية تحصر بينهم هضبة الشطوط. وجبال البحر الأحمر شمال شرق القارة في مصر والسودان وأريتريا. وجبل كينيا وجبل كليمانجارو شرق القارة، وجبل دراكنزبورج أقصى جنوب شرق القارة. الهضاب: هضاب الصحراء الكبرى، ومنها هضبتا الصحراء الشرقية والغربية في مصر، وهضبة البحيرات الاستوائية وسط القارة، وهضبة إثيوبيا الحبشة شرق القارة، وهضبة جنوب أفريقيا جنوب القارة. كده سهول الفيضية: سهول حوض نهر النيل، وسهول حوض نهر النيجر، وسهول حوض نهر الكونغو. سهول صحراوية رملية تنتشر في الصحراء الكبرى، وهي سهول متسعة مثل السهل الممتد بين مصر وليبيا، ويعرف بسهل كلنشو في ليبيا، وبحر الرمال العظيم في مصر، وسهول صحراء كالهاري في جنوب القارة. أهم تضاريس قارة أوروبا: الجبال زي ما قلنا جبال الألب، وتمتد من الغرب إلى الشرق وسط القارة، وتأخذ مسميات مختلفة من دولة لأخرى، حيث تعرف بجبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البلقان، وجبال البرانس في شمال أسبانيا. الهضاب تمتد في وسط القارة من الشرق إلى الغرب، وتقطعها أودية نهرية، ومن أهم الهضاب هضبة المازيتا، وتشغل معظم أسبانيا، وهضبة فرنسا الوسطى تقطعها أنهار مهمة مثل نهر السين. سهول فيضية اللي هو السهل الأوروبي العظيم، ويمتد من المحيط الأطلنطي غربا حتى جبال الأورال شرقا. وسهول ذات تربة جيدة كونتها الأنهار. ومن أهم هذه الأنهار نهر الفولجا، ونهر الراين، ونهر الدانوب. ندخل على السؤال الثاني: ما المقصود بحوض النهر؟ كلمتين هما، تقول له المقصود بحوض النهر الأرض التي يجري فيها النهر أو أحد روافده أو تنحدر مياهه إليها. بكده خلصنا الجزء الأول من تضاريس العالم، اللي هما 3 قارات العالم القديم: قارة آسيا، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا. إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنكمل باقي قارات العالم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات الشرح والأسئلة. بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.